بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. من زمان والمجتمعات بتردد جملة غريبة شوية لكنها منتشرة إلى حد ما. الجملة دي بتقول إن المرأة هي عدوة المرأة. جملة قاسية في ظاهرها للأسف الشديد، لكنها بتكشف عن واقع معقد بيمزج ما بين المشاعر وما بين التنشئة وما بين المنافسة الاجتماعية. علم النفس بيقول إن الغيرة والمقارنة بين النساء مش ظاهرة حديثة، لكنها نتاج تراكمات من الصور النمطية اللي زرعها المجتمع من بدري جدا فيهم. صور بتربط قيمة المرأة بمظهرها أو بمكانتها الاجتماعية أو بجمالها أو حتى برضا الآخرين عنها. في دراسات كمان بتوضح إن النساء اللي بيعيشوا في بيئات بتعزز فكرة المقارنة دايما بينهم وبين غيرهم بيكون عندهم استعداد أكبر للنقد وللدخول في منافسة سلبية بدل التعاون. وفي المقابل لما بيكون في تمكن حقيقي وثقة بالنفس بيقل الصراع وبيزيد الدعم والتضامن عند النساء مع بعضهم البعض. وإن التنشئة الاجتماعية زرعت فيهم فكرة المقارنة الدائمة والمستمرة، مين الأجمل، مين الأنجح، مين المقبولة أكتر، مين الأشطر، مين اللي معروفة أكتر، والكلام ده كله. في مجتمعات كتير اتربت ان نجاح اي سيدة او بنت لابد بالضرورة انه بيهدد غيرها، وان نجاحها لابد انه يجي على فشل واخفاق غيرها، وان النقد او الغيرة هي وسيلة للدفاع عن الذات مش أداة للهدم فقط. لا، أنا لازم أنتقدها عشان أنا كده بدافع عن نفسي وخايفة إن الناس يعتبروها هي الأفضل وهي الأحسن وأنا لا، فلازم أوجه ليها النقد حفاظا على نفسي وعلى ذاتي. من الملاحظ ان بعض النساء بيشوفوا ان الرجالة بيتعاملوا بسلاسة اكتر مع بعض، وان مفيش بينهم لا حقد ولا غيرة ولا حسد ولا نفسنة ولا اي حاجة من الحاجات اللي موجودة بين الستات والبنات دي، وان على حد قولهم ان الرجالة نفسيتهم سالكة وبكتير اكتر من الستات. وبيقولوا كمان ان تعاملاتهم مع زملائهم الرجال في سواء الشغل او في الجامعة افضل بكتير من التعامل مع زميلاتهم. ليه؟ لانها لما بتيجي تطلب منه حاجة او بتستعين بحاجة او عايزة معلومة او تطلب منه مساعدة على طول بيقدمها لها بدون ما يتلائم عليها ولا يتخابس عليها على حد قول كتير من النساء والبنات، ولا بيلف ولا بيدور وبيقول لي مباشرة. لكن الستات او البنات اجي اطلب منها حاجة في الجامعة تقول لي ما اعرفش، ما خدتش، ما شفتش، ما عملتش، وهي تكون عارفة كل حاجة وتنجح وتجيب امتياز، اللي كانت بتقول ما بفتحش كتاب ولا بعرف اي كلمة. غير الشباب في الجامعة بيدوها الملزمة، بيدوها حاجة ومش في دماغهم خالص اي شيء. حتى في ابسط الامور لما بيلبسوا زي بعض بتلاقي الولاد ممكن كلهم جروب زي بعض لابسين زي بعض بالظبط. تيجي للبنات اول ما واحدة فيهم تشتري طقم جديد وتلاقي حد راح جاب زيه تزعل وتهد الدنيا وتتضايق جدا وما بتحبش ابدا ابدا حد يلبس زيها. في وسط كل ده بتتكون عندنا للأسف الشديد صورة فيها تناقض كبير جدا جدا للنساء أو للمرأة. المرأة اللي المفروض تكون هي الداعم وهي الأقرب والأحن وكل حاجة جميلة للمرأة اللي زيها أو البنت اللي زيها، احنا بنلاقي العكس في بعض الأماكن وفي بعض التعاملات، لدرجة ان في نساء بتقول هي عدوتي الأولى، لأن في الآخر أنا بكتشف مين اللي لف على جوزي وفضل يلغيه لحد ما أثرت عليه وخطفته مني واتجوزته. ما هي مرأة زيها زيي، وبعض الأوقات وكتير من الأوقات بتطلع صاحبتها. ليه المقولة دي اتقالت وايه الأسباب وليه الكلام ده كله والتناقض عن المرأة؟ لأن هي المفروض كم من الحنان والود والحب والاحتواء، ليه يتقال عنها كده وايه الأسباب؟ هنعرف كل التفاصيل مع ضيفتنا المشرفانا الأستاذة خديجة برهاد، المستشارة الأسرية والتربوية واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة خديجة.
أهلا وسهلا فيك أستاذة ندى، حياك الله وبياكي، وأهلا وسهلا فيك في برنامجك المتميز وكالعادة أهلا وسهلا، موضوع أهلا مثير وسهلا. للجدل. الحقيقة هو فعلا موضوع مثير للجدل ومحتاج نقاش، ومحتاج قول فصل من حضرتك زي ما عودتينا. خلينا نبدأ مع حضرتك في البداية. أول ما بنقول كلمة المرأة هي عدوة المرأة أو هي العدو الأول للمرأة، إيه المقصود بالجملة دي فعليا؟ حقيقة أنا كمان دائما كنت أسمع زي كده هذه الجملة، المرأة هي عدوة المرأة وما يغارنا المرأة إلا المرأة والمرأة. مم. و... ودائما أفكر يعني إيش السبب، مين عدو المرأة وليش ينقال كذا وإيش المشكلة، يعني أساسا كيف، من فين جت العبارة هذه يعني. لانه الواقع لما تشوفيه هو بيقول لك كده، لكن لما تتعمقي فيه وتلاقي لا، هو ممكن بعض الاحيان تكون هي عدوتها، ممكن تكون بعض الاحيان ما هي عدوتها. فلو اليوم جينا نتكلم المرأة عدوة المرأة من فين جات، حنلاقيها في الغالب جاية من اللي هي التجارب المتكررة للنساء اللي عاشوا في صدام أو في صراع مع امرأة أخرى في الغالب مم. يعني. فكمية التصادم اللي صارت بأي سبب من الأسباب، مثل ما ذكرت حضرتك، انه مثلا واحده اخذت زوج واحده فكانت امراه، او واحده تفوقت على واحده كانت امراه، او واحده ما تميزت في شيء فكانت امراه. فكل هذه عباره عن تجارب متكرره مع نساء مع بعضهم البعض، سواء كان في العمل او في العائله او في الصداقات. فالمراه شعرت انه تميز واحده عليها هي خلق حالة من حالة اللي هو الكراهية الضمنية، يعني في الداخل في العمق كذا. ليش؟ لأنه تعتقد أنه هذا أساء لها هي، فأظهر نقاط ضعفها ونقاط اللي هي تحتاج أنها تشتغل عليها، طبعا. فقلل من قدرها، فعلى طول تم إطلاق هذا اللفظ. طيب، مم. فالحقيقة أنه المرأة لو هي نظرت الموضوع هو مو كذا أساسا، لكن في الغالب هي تبدأ كذا، أنه في واحدة تميزت عليها معناها أنه أنا إنسانة فاشلة. مم. فطالما انه انا فاشله لازم اقول اه. ايش؟ انه هي تميزت علي لانه حصلت على فرصه، هي اساسا ما تحب لي الخير، هي مم. اساسا تسوي زي كذا. ليش؟ اسقاطات يعني. خلاص، في اسقاطات داخليه. كون انا الصوره عندي داخل نفسي مهزوزه، فانا اسقطها على الاخر بدل ما انا اعترف فيها. في الغالب مم. في هذا الجانب هي مم. تدور، واللي يحركها اصلا هو الغيره والمقارنه. ايوه. ما في شيء ثاني يعني يحرك الموضوع ده اكثر من كده. مم. طيب احنا هنتكلم عن الأسباب اللي بتحرك هذه المشاعر، ولكن خليني أعرف من حضرتك المقصود بالعداء في هذه الجملة، أن المرأة هي عدوة المرأة. المقصود به مثلا المنافسة ما بينهم، المقصود به التعليقات، المقصود به السلوكيات السلبية، إيه المقصود بكلمة العداء بالظبط؟ بتتجسد في إيه؟ طيب، هي عداء المرأة للمرأة يتجسد في الغالب هو أنه إما أنها تقوم بتشويه صورتها في وسط النساء، مم. عارفة، أو التقليل من شأنها ومن شأن نجاحاتها و يعني تميزها في الحياة. فهنا مم. يجي يعني، أو الخصومة مثلا، أو تكوين حزب ضدها يعني. فلازم يصير في بهذا الشكل يعني، يمشي في عالم النساء، لأنه المواجهة ما هي موجودة، وسبب أن النساء أساسا أقل قدرة على مواجهة بعضهم البعض حتى في مواجهة أنفسهم. لكن مم. الأسهل من المواجهة أنه يخلقوا حالة من اللي هو إيش، التهميش أو الإبعاد أو العزل. يعني الإنسان نخليها كذا بعيدة عننا ونسوي لنا اه. حلف لحالنا كذا. فطبعا مم. هم بيحاربوها كيف؟ بيحاربوها نفسيا فقط، مو مم. أكثر من مم. كذا. فالنساء بيحاربوا بعضهم البعض بالفعل نفسيا، وهذا الشيء ترى موجود مو كنساء يعني، مع الأسف شيء غريبات عن بعض، في البيت الواحد موجود، ممكن الأخوات مع بعض بالتأكيد، البعض، بعض بالتأكيد. راح تلاقي الأم مع بنتها أو البنت مع أمها، فهم برضو نساء في نساء مع بعضهم مم. البعض. تمام. طيب احنا عايزين بقى السؤال المهم قوي قوي يا أستاذة خديجة، ايه الأسباب سواء كانت النفسية أو الاجتماعية اللي بتخلي امرأة زيها زي امرأة أخرى عندها نفس المشاعر والحنان والاحتواء؟ المفروض إن المرأة معروفة بالحنان والتقدير والاحتواء، إن يكون عندها المشاعر دي تجاه امرأة تانية زيها، المفروض إنها بتصعب عليها وبتشفق عليها، لكن لا، تلاقيها بتنتقدها نقد لاذع. كل ما يكون عندها أي إنجاز في حياتها، بالمصري كده تبكتها،
تقول لها ولا حاجة، ايه ما اللي زيك اخدوا كتير ده، وتقلل من شأن كل حاجة، ما تفرحش فرحها، بل بالعكس تنتقدها نقد لاذع ممكن تتسبب ليها في مشاكل، تروح من الخلف وتعمل مشاكل وتوقع بينها وما بين مديرها. الحاجات دي كلها بنشوفها اكيد، ما ينفعش ان احنا نقول انها مش موجودة، لا موجودة ما بين بعض النساء وبعضهم البعض. ايه الاسباب اللي تخلي هنا بقى ان المرأة تكون عدوة المرأة فعلا؟ تعرفي يا أستاذة ندى، أنا دائما أقول المرأة يعني هي مسكينة. مسكينة مو للتعاطف، لا لا لا، مسكينة إن هي ما هي مدركة حجم قوتها وحجم تميزها وحجم الذكاء اللي عندها. طيب، فبتقلل من شأنها بنفسها كذا، ما في حد بيهدمها، هي بتهدم نفسها بنفسها. فلما نيجي نبغى نناقش ظاهرة زي هذه إن المرأة هي عدوة المرأة وإلى آخره، لازم نذكر أول شيء إنه الشر يعم. والشر يعم معناها أنه العبارة دي لما خرجت أساسا خرجت من بضع نساء، وصاروا حتى النساء اللي ما يؤمنوا فيها يعني يطبقونها لا وعي، فصار عندنا إحنا صارت ظاهرة اجتماعية. وهذه الظاهرة أساسا لها أسباب. أول شيء عندنا ثقافة التنافس اللي هي في المجتمع المحدودة، بمعنى المجتمع وثقافة النساء وتربية المرأة تقوم إنه إحنا دائما بنربيها إنه الفرص محدودة والأشياء قليلة وما يسعنا كلنا، والقمة لا تسع إلا امرأة واحدة، ما تسع مجموعة من النساء. فأصبحت المرأة تشعر إنه النجاح تبعها هذا لازم يهدد نجاح امرأة أخرى. طيب، بدل ما إنه يكون يعني يعطيها أفكار وينشطها، لا، دائما ها نجحت هي معناها أنا ما حقدر أنجح. ليش ما تقدري تنجحي؟ لما تقولي خلاص هي قدرت لأنه ممكن ساعدوها، ممكن أهلها دعموها، ممكن زوجها، ممكن فتشعر إنه النجاحات ما هي كثيرة، النجاح محدود في اتجاه معين. والمرأة في الغالب النجاحات اللي تبحث عنها هي في أدوارها كزوجة وأم أكثر شيء يعني، فما عندها توسع في مداركها إنه النجاح لا أكبر من كذا بكثير، هذه مجرد أدوار. أي نعم النجاح فيها كبير، بس عندك مجالات كبيرة جدا للنجاح. هذا واحد. الشيء الثاني الوعي الناقص، الوعي الذاتي الناقص هي بذاتها هي كامرأة وأنثى، يجعل المرأة غير متصالحة مع نفسها، لأنه هي ما تعرف نفسها ولا تعرف قدراتها ولا تعرف مؤهلاتها ولا تعرف نقاط قوتها ولا تعرف نقاط ضعفها. فهذا يخليها تركز على الجوانب الضعيفة اللي في شخصيتها اللي ما تحبها أصلا، تضخمها في ذاتها. التضخيم ذا كله يخليها تشعر دائما بالنقص، وشعور النقص ده يخليها إيش تسوي؟ تنتقد الأخريات عشان تخفي هذا الضعف، هذه النقطة كلها. طيب، الشيء الثالث اللي ممكن يخلي الظاهرة دي موجودة عندنا إنه سبحان الله المرأة هي شديدة على المرأة. دائما تلاقي المرأة هي تحاسب المرأة، يعني الأم تحاسب بنتها حساب شديد جدا، ما تقف معها. لو ارتكبت خطأ البنت تخاف تقول لأمها، لكن ما تخاف تقول لأبوها. ليش؟ لأنه تخاف من غضب أمها. الأخت ما تقدر تقول لأختها. ليش؟ لأنه إحنا كنساء نقسو على بعضنا البعض. طيب، تحت مسمى إيش؟ إنه عيب ما تسوي كده، المفروض تسوي كده، والمفروض تكوني كده. عندنا كده صورة من باب إن نموذجية أنا خايفة عليكي وبنصحك، لكن بتكون بطريقة فجة جدا وقاسية جدا. أيوة، بتخليكي مسجونة داخل مربع صغير أنت ما تعرفي، أنت إنسانة في النهاية، والأخطاء هو السلوك الطبيعي فيكي أنت. طيب، الشيء الآخر اللي ممكن يخلي المشكلة دي موجودة إنه كثير من النساء أو نحن النساء ما إحنا متربيين ومتعلمين مسألة إن إحنا ندعم بعضنا البعض ونتضامن مع بعضنا البعض ونوقف مع بعضنا البعض منذ الطفولة. ترى ما بنتربى على كده، إحنا بنتربى أنت لازم تنجحي ولازم تتفوقي، ودائما ليش بنت بالظبط. خالتك احنا نجحت، ليش شفنا ده في عائلات كتير واسر كتير يا استاذه خديجه، الاب او الام يقعدوا يقولوا لاولادهم او بناتهم بقى بالذات انا عايزاكي تبقي اشطر من بنت خالتك، اشطر من بنت عمتك، اشطر من بنت الجيران، تجيبي علامات اكتر منهم، لو واحده فيهم جابت علامه اكتر فتعاقبها عقاب شديد، لو شافتها مثلا بتتكلم بطريقه حلوه او لابسه شيك تقول لها شايفه بتتكلم ازاي، شايفه لابسه ازاي وانتي لا. فتربت البنت من صغرها على المقارنات، وانها لو ما كانتش هي الاحسن والافضل وغيرها هو الاوحش والافشل يبقى هي كده ما نجحتش.
صحيح، هي بتنشأ في جو كله مقارنات وحكم وتنافس، فالبنت ما هي متعلمة منذ الطفولة على الدعم، يعني إنه تشارك في نجاح هذه، حتى لو كان نجاح هذه هو متميز أكثر من نجاحها ما فيها مشكلة، ما بتربى على كده. وهي فكرة المنافسة دي مع الأسف الشديد هي قتلت أشياء كثيرة جدا داخل المجتمع، فضلا عن إنه البنت كلها. فده كله بيخلي المرأة تشوف إنه ليش أدعمها، ليش أكون في ظهرها، ليش أيدها، ليش مثلا أوقف معاها، ليش يعني عشان تتفوق عليه. لأنه أنا إذا سويت زي كده الناس بتقول علي إيش، مثلا بتقول علي دي هذه هبلة، بدل ما تسوي هي كده قاعدة واقفة معاها، أصلا هي نجحت على ظهرها. لازم يحرضها المجتمع أن تكون هي عدوة المرأة كلها. فهنا ندرك أنه هذا الكلام كله هو عبارة عن رأي أو حالة فردية تكررت عند مجموعة من النساء وتم إطلاقها بشكل عام، فصار عندنا رأي جمعي للنساء. لا، مو كل النساء كذا. فهنا نحن نعرف أن المرأة بالنسبة للمرأة بالفطرة هي ما هي عدوة لها، بل بالعكس، المرأة تقدر تشعر بالمرأة أساسا هي تشعر فيها وتعرف، لكن ردة فعلها مبنية على رأي المجتمع وتربيتها التي أتت. يعني في داخلها مثلا تبغى تدعم وتشارك وتوقف وتصبر وتطول بالها مع هذه المرأة، لكن المجتمع يصفها هي أنه هي هبلة، ما تعرف، مضحوك عليها وغشيمة ومش عارفة، هي مش عايزة كده. بس أستاذة خديجة، في بعض النساء هتختلف مع حضرتك شوية، خصوصا في المقولة أو في الجزء اللي قلتيه في الأول، إن المفروض لا، إن هي مش عدوتها وإن هي بتشعر بيها وبتحس بيها وبتدعمها. فهتيجي تقولك إزاي هتشعر بيا ده إذا كان هي بتتجوز جوزي من ورايا وفي السر، وبتقعد ترتب معاه ازاي هيغفلوني، ازاي هيقعدوا بالسنة والسنتين مخبيين عليا، ومخلف كمان مثلا ومنيمني في الخط. ازاي هي مش عدوتي وهي حريصة كل الحرص انها تتجوز جوزي، وما عندهاش مانع انها تكون زوجة تانية، وهي عارفة ومقدرة مدى الألم الشديد اللي انا هكون بمر بيه، وملهاش دعوة، مش مشكلة، اصل بيا من غيري كان هيتجوز، اللي هي الجملة اللي بنسمعها كتير من بعض الزوجات، بيا من غيري كان هيتجوز. ازاي عايزاني اقول انها مش عدوتي وهي اكتر حد بيوجعني وبيألمني في اعز عزيز بالنسبة لي؟ هنا نقول دائما التعميم هو الخطأ. هذه حالة فردية. طيب هي عندها مشكلة مع هذه اللي تزوجت زوجها، تبقى القصة مع هذه المرأة اللي تزوجت زوجها وأخذت زوجها، لكن أجي أعممها يصير عندي خوف كل النساء هم كذا، هنا معناها أنا ظلمت كل النساء هذولا. هذه من جهة. الجهة الثانية إن إحنا هذه حالة مشاعرية أكثر في الحكم على شيء. يعني لما نيجي للقصة الحقيقية، مثلا لو أخذنا هذا المثال وهذا النموذج، هنلاقي القصة دي فيها طرفين، هو فيها رجل وامرأة. فأنا ليش أتسلط على امرأة مثلي أنا؟ طيب، وهي عندها احتياجات تحتاج أن تلبى، وعندها رغبات، ما هي اللي خطفته بقى يا أستاذة خديجة. أيوة، هتقول لك كده، هي اللي فضلت تلف عليه. الرجل يتخطف يعني، الرجل هو ما يتخطف يعني بيتخطفش، هو بيروح بإرادته. هو الراجل ما بيتخطفش. هو في ناس كتير تقول لك كده، لا ما تقوليش اتخطفته، هو بيحب يتخطف، هو مخطوف لوحده. هو مخطوف لوحده، هو كان حينخطف، بس الفرق هو تم خطفه من قبل مين، او اتخطف لاتجاه مين، هو ده الكلام يعني. فهنا لازم نكون منصفين. هي حتى المرأة هذه اللي دخلت وأخذت هذا الرجل، إيش الشيء نقاط الضعف اللي شافتها من هذيك الزوجة ومنها دخلت، أو ظهرت عند الرجل صورتين يقارن بينهما، هذه امرأة وهذه امرأة، والرجل هو فقط قارن يعني. فالحالة دي هي مع الأسف الشديد أكثر حالة تعتمد فيها النساء على إطلاق المرأة عدوة المرأة. طيب، وهذا مو صحيح. هذه حالات فردية جدا والتعميم فيها خاطئ جدا، ومع الأسف الشديد هو خلى صار عندنا توجه مجتمعي. لكن الشيء الحلو إنه تخيلي إنه هذا الكلام كان زمان، لكن الآن صار في وعي عند النساء وما عندهم هذا المسألة إنه المرأة عدوة المرأة. لما يقال الواحدة تيجي تحط علامة استفهام، ليش نكون عدوة بعضنا البعض؟ من فين جاءت هذه الأشياء؟ فلاحظي إنه هذا الشيء كان موجود أو ما زال، حتى لو قلنا موجود عند نساء لم يرتفع مستوى الوعي الذاتي في أنفسهم بس. لكن المرأة اليوم عندها متطلبات أخرى، يعني دخلت الحياة من أوسع الأبواب، بل بالعكس هي تنافس في الفرص. هذه ما تنافس امرأة زيها، هي تنافس الرجل أصبحت. فمنافستها الآن ما هي في الساحة ولا في الملعب ولا في
في مجال الحياة أنا امرأة أنافس امرأة، لا 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 لا، المرأة كبرت على القصة دي كلها وأصبحت تنافس الرجل. لذلك أصبحت المرأة هي تدعم المرأة حتى تثبت نفسها في من خلال نجاح امرأة أخرى أنه أنا كمان ناجحة. هذه الصورة الجديدة اللي احنا الحمد لله رب العالمين قاعدين نعيشها حتى تتصحح هذه النظرة العدائية تجاه مفهوم المرأة هي عدوة المرأة في هذا الجانب. تمام تمام. طيب أستاذة خديجة، احنا مازال معانا محاور مهمة جدا، زي مثلا ان الرجالة ما فيش بينهم المشاعر دي ونفسيتهم سالكة وطيبين وما فيش بينهم حقد ولا غيرة. تعامل بعض النساء مع زملائهم الرجال بيفضلوه اكتر من النساء لان ما فيش لف ودوران فيه، وما فيش يكونوا مباشرين. التنشئة الاجتماعية ودورها، وازاي بقى نخلي المرأة تقلع عن هذه المشاعر وفعلا ما تكونش غير حبيبة وقريبة للمرأة. مثلها كتير من التفاصيل بإذن الله تعالى نناقشها في حلقتنا القادمة، ولكن الآن لا يسعني إلا أن أشكر حضرتك الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية والتربوية واللايف كوتش، على وجودك معانا. شرفتينا وأفدتينا كتير. ولكل النساء ولكل البنات ولكل القوارير، نجاحك عمره ما هيأثر على نجاح خيرك، وتوفيقك وعلو شأنك عمره ما هيأثر على غيرك. واوعي تفتكري ان طالما حد نجح في محيطك يبقى ده هيأثر عليكي ويخليكي انتي مثلا لا قدر الله تفشلي او ما تكونيش موفقة. بالعكس، ادعموا بعض وحبوا بعض وتمنوا الخير لبعض، على ان وعلى نيتكم ترزقون. اللي بتكنيه في نيتك لأي سيدة حواليكي أو أي بنت أو أي حاجة، المشاعر دي انتي هترزقي بناء عليها. شوفي انتي بقى بتتمني لها الخير، ربنا يرزقك بالخير. بتتمني لها الشر، أكيد هترزقي على قد نواياكي. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.